مفيش اصعب الصراحه من ان انت تودع المعرض، المكان اللي بيفكرنا كلنا احنا ليه بنحب القراءه. اخر مشتريات، اخر حماس، مش السنه دي، الشهر ده وفي المعرض. والنهارده هي بس مش حلقه مشتريات ولا جاي افرجكم على الكتب، بس حلقه حسيت اول مره واول سنه حابب اعملها، مش عارف ليه، بس حسيت المعرض السنه دي بالنسبه لي مختلف. يمكن اجواءه مختلفه، يمكن المجهود اللي عملته لقيت فيه نتاج شكل كويس، فدي حاجه كانت مفرحاني. حسيت نفسي السنه دي يمكن عن السنه اللي فاتت عايز انزل المعرض اكتر من مره، نزلت 5 مرات وعايز انزل تاني. يمكن تصوير الحلقه دي يوم التلات اللي هو اخر يوم بصور الصبح، ودماغي عماله تقول ما تنزل كده ساعتين تلاتة وارجع. مش عارف، في حاجة غريبة السنة دي بالنسبة لي مع المعرض، مش عارف انتم عندكم نفس الإحساس ده ولا إحساسكم مختلف. المعرض السنة دي يمكن حسيت فيه تنظيم أحسن شوية، في ناس كتير وقراء كتير، في ناشرين كتير، في كتب كتير مختلفة، في تنوع حتى في الكتب بشكل مختلف. مش عارف ده هل الواحد كبر فبقى بيشوف حاجات تانية مختلفة، ولا فعلا السنة دي في اختلاف. مستني انتوا تقولوا لي تحت في التعليقات هل حاسين بنفس الاختلاف ده ولا ده ممكن يكون شعور شخصي بس الحقيقة هي حاجة تفرح على كل المستويات. وعشان كده انا خطفت زيارة كانت يوم الأحد، والزيارة دي جمعت فيها شوية حاجات يعني كنت ممكن أجلها قدام شوية في نص السنة أو كده، بس قلت طالما أنا موجود وفي فرصة تعالوا نشوف ايه اللي يعني لحقناه كده في الفترة الأخرانية، الحاجات اللي كنا ممكن نأجلها شوية قلنا تمام ممكن ناخدها معانا في خلال المعرض. فتعالوا نشوف كده انا ايه الحاجات اللي كملتها، او عايز اقول لكم ان في حاجة تانية ومفاجأة هقول لكم عليها في اخر الحلقة، فاستنوا عشان تعرفوا ايه المفاجأة الأخيرة السنة دي لمعرض الكتاب. وزي ما قلت لك هي مش حلقة مشتريات، لكن هي حلقة وداع للمعرض، ويمكن دي أول سنة أعملها. مش عارف ليه إحساسي، أنا يمكن قلت لك في الأول فأنت شاركني كده، مش عايز أكون بكرر الكلام. انا رحت كوتوبيا، في اول المعرض، بس كنت متارجت حاجات شيرين هنائي، كان في دماغي لسه في حاجات تانية من عندهم، بس قلت ايه هستنى شويه كده لاخر المعرض. ومن هناك جمعت شويه حاجات انا برضو كان نفسي فيها لكاتبه من الكتاب اللي بحبها، ومجمع اعمالها يمكن حتى من قبل ما تكتب مع كوتوبيا. والكاتبه دي هي شيماء هشام سعد، اللي بالفعل كانت نزلت كده زي سلسله، والسلسله دي كانت بداتها على ابجد، ومن بعد ما عملتها على ابجد ابتدت كوتوبيا تنشرها. واول جزء منها او هي السلسله تحت عواصف الغبار، هي سلسله صغيره، فده كان اول جزء منها، وده تاني جزء تغريدة طائر التم، وأول جزء منازل أبناء الطين. أنا كنت قرأت منها وهي تجربة شوية فيها فانتازيا، في يعني جو نقدر نقول عليه يعني إسلامي أو ديني، مش بالمعنى اللي الناس ممكن تكون واخدة بالها منه، بس أجواء يعني أجواء عربية، الأجواء بتاعتها أجواء عربية بشكل كبير. فأنا كنت فاكر إن أنا قرأت الجزء الأولاني كان ممكن يكون فيه بعض المشاكل، بس أنا عايز أشوف الجزء التاني هيوصل بينا لفين، وهل السلسله دي هتكمل لفين. ومن الحاجات اصلا اللي انا بحبها في كوتوبيا ان هم دايما متبنيين فكره السلاسل دي وبيرجعونا لزمان روايات مصريه، فالاحساس ده جميل جدا. انا يمكن عندي منهم لاشين، وعندي سلسله اللي هي بتاعت الكاتبه امان الصغير، عندي اول 3 اجزاء، كنت عايز اكمل ال8 التانيين بتوع الحكايه، هم 8 فانا عندي 3 باقي 5، بس قلت انا لسه ما قراتش منها حاجه فخليني اقراها واشوف هتعجبني، عشان كده هحطها في خطه السنه دي، ولو تمام هكمل بقيه الاجزاء يا اما على مدار السنه يا اما ان شاء الله في المعرض اللي جاي. تاني حاجه برضو من كتابات شيماء هشام سعد، في دي كانت مجموعه قصصيه تحت سلسله برضو نظرات اسمها العوده الى الرحم. واخر حاجه بقى واجدد اعمالها واجدد رواياتها مع كوتوبيا هي ملهات حارس المتاهه، برضو متحمس ليها جدا. افكارها دايما مختلفه وكتاباتها دايما مختلفه. كان عندها برضو اول روايه مع كوتوبيا، مش اول روايه كتبتها بس اول روايه مع كوتوبيا ليها، برضو كانت من الروايات اللي اتبسطت بقراءتها جدا، ويمكن كلمتكم عنها هنا. يا رب افتكر ان انا اسيب لكم اللينك تحت في التعليقات او في الوصف، واكدوا عليا ان انا اسيبه لكم. وبرضو من هناك قلت لازم اقرا الروايه الجديده لاحمد محمد علي، وهي الرصاصه الاخيره. كنا قرانا له الروايه اللي فاتت بتاعته برضو، وبرضو من الكتاب اللي بيكتبوا ادم جريمه بشكل مختلف وشكل جديد بالنسبه لي. اخر حاجه بقى وهم شباب مشروع نجم، المشروع اللي كانت اطلقته كوتوبيا في الصيف اللي فات، وكانت عن اكتشاف المواهب من خلال لجنه من الكتاب المصريين اللي يعني
شباب او كبار شويه نقدر نقول عليهم في السن، دول شباب اصغر شويه، ومن الكتاب كمان المميزين والكاتبات المميزين. واختاروا فعلا بعد كانوا وصلوا تقريبا اخر حاجه كانوا 6، ومن ال6 في نقدر نقول عليهم كلهم كسبوا، بس في 3 اللي اتنشر لهم الاعمال، 2 اتنشر لهم الاعمال بشكل ورقي، واعتقد الثالث كان اتنشر بشكل الكتروني، اللي هو كان لاحمد حسن اعتقد فلسفه الرذيله على حسب ما افتكر، مش متاكد، اتمنى اكون يعني متذكر صح. اما بقى عن المركز الاول والمركز الثاني، فالمركز الثاني كان شظايا لمحمد يسري، وهي روايه رعب نفسي، والتانية هي لضياء الدين احمد واسمها عزبة النبي. هو شكله عمل كده ضخم شويه، وشكل الروايه مكتوبه بشكل مختلف، انا شايف هنا اكتر من كاتب وكاتبه مميزين جدا كاتبين عن الروايه بشكل حلو قوي. يعني احمد المرسي كاتب عنها، نورة ناجي كاتبه عنها، محمد اسماعيل كمان كاتب عنها. هي روايه بتحكي طبعا زي ما هو مكتوب في عزبه اسمها عزبة النبي. العزبه دي في واحده اسمها غادة منصور، في ورث، في كلام كتير، في كلام كتير مش عايزين نحرقه كده في حلقه مشتريات، خلينا ناخد عنها فكره وممكن نتكلم عنها في حلقه كده، حاجه ممكن بناخد فكره او ساده ولا سكر زياده، هنشوف هتوصل بينا لفين عزبة النبي. دي كانت شنطة كوتوبيا. قبل ما اكلمكم عن الحاجات كده اللي هي كانت من كل مكان حاجة، تعالوا اكلمكم على شنطة تانية، وهي من الدور اللي انا مبسوط لها جدا. مبسوط ان هم اول سنة بدأوا، ما كانوا بادئين تقريبا من بعد المعرض اللي فات كده، ابتدوا يظهروا وابتدى يبقى ليهم اسم وابتدى يبقى ليهم اعمال. ظهروا في معرض كايرو كوميكس، لان هم برضو عندهم الكوميكس. السنه دي داخلين بتنوع شويه، ليهم كان مكان في صاله 6، لسه اصداراتهم مش كتير عشان يبقوا موجودين في صاله 1 او صاله 2، فدي خطوه كويسه جدا، واعتقد خطوه لطريق قدام. وعندهم مشروع اعتقد هيكون مميز، لان هم داخلين باختلاف. هم منشورات قيم، كنت جبت منهم اول مره حاجه، كان في شويه حاجات تاني عجباني فقلت تعالى نشوفها، وهم برضو اهدوا لي شويه حاجات ورشحوا لي شويه حاجات. تعالى كده الاول نشوف البوك ماركس الجميله. يعني الاهتمام بالتفاصيل ده مهم جدا، بحب انا بوك مارك طويله كده وتعيشك جوه الكتاب. سماوي، مش عارفين عن تطبيق سماوي ولا لا، بس هو تطبيق زي تطبيق ابجد، بيقدم كتب الكترونيه وبرضو كتب تقدر تسمعها. اول حاجه كوميكس من الكوميكس الجديده والمختلفه، وهو زومبي بالمصري. يوسف زيدان ده مش الكاتب، لكنه فنان ومصمم تشكيلي اسمه مختلف عن يوسف زيدان طبعا الاديب الكبير، والتاني هو كاتب سيناريو اسمه محمد ناجي. عايز اقرا زومبيز بالمصري، وعندي برضو منهم حشرات الزمن الاخر. دي روايه لزينة عزت اغا، والروايه دي هي الروايه او عملها الاول، وهي كاتبة سورية، فمتحمس ليها وهي صغيرة. هنا طبعا يعني دكتور حسين عبد البصير واحد من الناس اللي بتكتب في الآثار بشكل كبير، لأنه عالم آثار، كاتب مصري بارز جدا، معروف جدا، اشتغل على المتحف القومي للحضارة والمتحف المصري الكبير، ليه أعمال كتير قوي وكتب في الحضارة المصرية القديمة، كتبه جميلة مميزة. فانا مش عارف هو هل كان ليه روايه قبل كده ولا لا، بس هو عامل روايه اسمها لغز الملكه نفرتيتي، هي صغيره فبرضه حاسسها حلوه كده. اخر حاجه بقى من الحاجات اللي فعلا كانت لفتاني هناك وحاسس انها لذيذه كده، رغم انها تكون لسن اصغر شويه، بس اللي انا متحمس ليها جدا، وهي دي السلسله دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن العوده للحضاره المصريه القديمه، وهي عباره عن 4 اجزاء تنفع لسن صغير جدا، يعني بنتكلم من اعتقد 12 سنه او 10 سنين فيما فوق، هي يافعين. وهي عباره عن 4 اجزاء، هي اسمها العوده. اول واحد كتاب العشق، وتاني واحد هو كتاب الامل، وتالت واحد كتاب الحياه، واخر واحد النهايه. وزي ما انتم شايفين كده هي بسيطه جدا، شايفين الغلاف وشايفين التفاصيل، فكلها بتحيلك بقصه لذيذه ومغامره لذيذه هتخش فيها، مكونه من 4 كتب. فلو كنت بتسالني او عايز ترشيحات في السن ده، فاعتقد دي هتكون حاجه حلوه، هتعلمه او هتعرفه حاجات، وفي نفس الوقت هتكون مناسبه لسنه وما تخافش على اللي هو بيقراه. الحاجه اللي بعد كده وهي من روايات مصريه للجيب، وكانوا روايتين على قائمتي، بس يعني لما رحت اول مره ما كانوش ظاهرين قدامي. الجناح كبير، الجناح ما شاء الله بيبقى زحمه دايما، الكاشير زحمه، فقلت هاجلها لوقت تاني. فلما رحت المره دي الدنيا كانت هاديه شويه ورحت بدري شويه، فجبت الحاجتين دول. اول حاجه
باردي وهو لأحمد مسعد، وهي فكرة أو حكاية الروبوت الذي عثر على الجنة. وتاني واحد هو ظل لرحاب الخضري. الشنطة الأخيرة وهي شوية حاجات كده متجمعة، هما مش حاجات كتير الصراحة، هما 3 بس. اول حاجه الروايه دي، والروايه دي كنا اتكلمنا عنها قبل كده وكانت عندي قبل كده الصراحه، بس تقريبا حد استلفها مني ما رجعتش، فتايهه من قدام المكتبه. فاتفاجئت ان الروايه موجوده تاني مع دار تانية. اتحمست ليها جدا لان الروايه دي كانت من الروايات المميزه جدا واللي حابب انها تكون موجوده في مكتبتي. مميزه ليه وايه تفاصيلها ده انا ما كلمتكوش عنه، بس هكلمكم عنه قريب جدا لان الروايه دي فكرتها حلوه جدا، وكمان الكاتب ده ليه رواية تانية موجودة السنة دي مع دار المحرر اتكلمنا عنها أعتقد. فخلينا بقى نتكلم عن الاتنين ونتابع كده الكاتب ده. آخر حاجتين بقى معانا وهما حاجتين من الرسم بالكلمات. أول حاجة الكتاب ده وهو اسمه التحرر من سجنك الأبدي، فن العيش الأصيل. أعتقد هيكون كتاب مختلف. هو اسمه شوية تحسه شبه كتاب تاني وهو عقدك النفسية سجنك الأبدي، تحسه مربوطين شوية ببعض. حاسه كده كتاب صغير، وعاجبني قوي ان دار الرسم بالكلمات بتنوع كده كل فتره، يعني بس مش عندها خط روايات او خط فانتازيا، لا انا عندي فانتازيا، عندي رعب، عندي جريمه، مش بس عندي روايات. تعالى هاخدك شويه في حاجات ليها علاقه بعلم النفس والتنميه البشريه، تعالى شويه هاخدك في حاجات دينيه لو عايز حاجات دينيه، تعالى كمان هوديك تاريخ وحضارات تاريخ. عندهم سلسله اسمها مختصر مختصر الحضارات، او بيتكلم على اكتر من حضاره وبيتكلم على المختصر بتاعها، فده لاين برضو حلو جدا، اعتقد هكلمكم عنه قريب. كان لسه في شويه حاجات كده في السلسله عايزين يظبطوها، فمستني كده تتظبط وهجيبها كلها تكمل يعني السلسله، وهجيبها كلها مره واحده. واخر حاجه وهي روايه كلمتكم عنها قبل كده، وهي روايه الناصره لنهله شال. حاسين باختلاف فيها؟ في اختلاف. ليه؟ لان ده الغلاف الجديد للروايه بشكل جديد بشكل مختلف، بس هو نفس المحتوى لو انت عندك الغلاف القديم. انا حبيت الغلاف الجديد، شكله مميز جدا، وبرضه حابب انها تكون عندي لان قريب هنتكلم عنها. ممكن كمان نعمل جيف اواي على النسخه القديمه، فاستنونا كده وتحمسوا لان الفتره اللي جايه هنعمل جيف اويز كتير قوي، بس الجيف اويز مش هتكون هنا على اليوتيوب، الجيف اويز هتكون على الانستجرام والتيك توك، فتابعوا هناك برضو عشان قريب كده هتلاقوا في شويه يعني دلع كده اللي انتم بتحبوه. وبكده يا اصدقاء اعتقد ان دي هتكون زيارتي الاخيره للمعرض. انا لسه الفيديو بيتسجل اهو، زي ما قلت لكم في الاول انا دماغي عماله تفكر اروح ما اروحش، اروح ما اروحش، ما اعرفش. المره دي المعرض السنه دي كان جميل جدا بالنسبه لي، مش عارف انتوا رايكم ايه او حماسكم كان ايه. والحقيقي المعرض من احلى الحاجات اللي فيه ان انت بتقابل اصحابك، بتقابل ناس مش بتشوفها غير من السنه للسنه، رغم ان هو ممكن يكونوا معاك في القاهره وكل حاجه، بس طبعا الحياة والشغل وأمور كتيرة قوي بتشغل الواحد عن الناس. إلا إن فترة المعرض دي بحسها العيد بتاعنا احنا كقراء، وبنتقابل فيه وننزل ونشوف بعضينا، وحتى لو ناس مثلا كانت زعلانة من بعض لما بتشوف بعض بتقف تتكلم مع بعض، بيتصالحوا. أمور كتيرة قوي غير يعني غير تفاصيل كتيرة، ناس انت عارفها بتشوفها، ناس جديدة بتتعرف عليها وبتكسب صداقات جديدة، بتقابل دور نشر جديدة، بتبدأ دور نشر قديمة ممكن ما تكونش واخد بالك منها، واخد بالك من أعمالهم، ناس جديدة بتعرفك، ناس جديدة انت بتعرفهم. فحسيت السنة دي كل التفاصيل دي كانت بالنسبة لي كلها موجودة المعرض، حسيت ان لا في بهجة، في اختلاف، ده غير الحماس طبعا. ومعرفش السنة دي كان المعرض بالنسبة لي بدخل مثلا الساعة 10 الساعة 11، اما ابص في الساعة تاني بلاقيها 5. فالمعرض السنة دي بالنسبة لي كان الوقت بيطير، وده يمكن كان من حلاوة الوقت اللي كان المعرض فيه. معرفش هل بقى النقاشات والحديث مع الكتاب او مع دور النشر كان هو اللي بيخلي الوقت يطير كده، وكنت بتطلع منه بطاقة وحماس رهيبة جدا. واعتقد ده يمكن ظهر لكم في المجهود اللي يمكن ما كان قبل المعرض وكان في خلال ايام المعرض. بس طبعا دي حاجه انا ما اقدرش احكم عليها، ومش هقدر اقول لك انا عملت مجهود ولا لا. انت طبعا اللي تحت تقول لي هل المجهود والتغطيه السنه دي كانوا كافيين بالنسبه لك، ولا ايه الحاجات اللي شايف ممكن نكون وقعنا فيها ما غطيناهاش، محتاج السنه الجايه ناخد بالنا منها ونركز عليها، وايه الحاجات السنه دي اللي شايفها كانت كويسه واتعملت بشكل كويس، اتعملت بدري شويه فشايف انها كانت كويسه ومميزه ومحتاجين نطور فيها اكتر السنه الجايه. الحاجتين دول مهمين جدا بالنسبه لي في وداع الموسم المعرض، ان انت تقول لي عليهم عشان ابتدي احطهم كده قدام عيني
بحيث السنة الجاية نركز عليهم وناخد بالنا منهم أكتر. وفي حاجة مهمة بقى جدا بالنسبة لي واللي أنا نفسي أعملها السنة دي، وهي غلطة كل سنة ومش عايزكم تغلطوا فيها زيي، وعد إن إحنا مع بعض نشجع بعض. والغلطة دي هي إن بناخد الحماس بتاع المعرض، بناخد حماس الكتب واللي إحنا اشتريناها، في الآخر الكتب بتتركن. فالسنة دي لأ، مش عايزين نعمل كده، وده اللي أنا هحاول أعمله معاكم، واللي هحاول يكون في حلقة جديدة زي ما اتفقت معاكم أثناء المشتريات إن أنتوا هتختاروا معايا القايمة. وعشان كده هيكون في حلقة جديدة، ودي بقى مفاجأة. الحلقة دي هكلمكم فيها عن خطة وعن طريقة كده عايز أعملها، هنحاول نشتغل عليها طول السنة. أنا بالنسبة لي هحاول أشتغل عليها من خلال الكتب اللي انتوا اخترتوها وشوية حاجات تاني أنا هختارها وأشتغل عليها، ونجمع كده قائمة مبدئية نشتغل عليها ونشوف هنلحق نخلصها مش هنخلصها، هندخل معاها حاجات كتير. كل ده طبعا هنكتشفه خلال السنة، من نص السنة نعمل تقييم أو اخر السنه على حسب ما هنلاقي نفسنا خلصنا قد ايه. عارف ان الموضوع ده او الطريقه او الخطه دي ممكن نلاقي نفسنا بعد وقت يجيلنا احباط عشان احنا ما وصلناش لهدف معين او وصلنا لنسبه معينه، بس انا هحاول الغي من دماغي ده. لان عايز اقول لك مفاجاه، ان انا السنه اللي فاتت على الرغم من ان انا كنت محدد 50 كتاب مثلا على جود ريدز وانا بالفعل قراتهم، بس عايز اقول لك ان انا ولا كتاب منهم سجلتهم على جود ريدز، كنت مسجلهم كده على نوت جنبي، واكتشفت ان انا في اخر السنه فعلا وصلت للهدف ده من غير ما اسجلهم او اكتبهم. فدي حاجه كويسه الصراحه وحاجه مميزه، ما تخليش ده يحبطك، بالعكس بحس ان الكاونتر ده بيشجعك، وحتى لو انت متاخر يخليك تشد حيلك شويه. فمش هكشف عن الخطه دلوقتي، وانما خلينا نكشف عن الخطه في حلقه جايه هنقول فيها شويه نقط عن تنظيم الوقت والخطه والتحدي للسنه الجايه. وبرضه هيكون في حلقه تانية مختلفه عن فكره الكتب شويه لكنها ليها علاقه بيها. بس بقى المفاجاه اللي كنت بقول لكم عليها استنوها لحد اخر الحلقه، وطبعا لو انت بتتفرج يبقى انت اكيد بتسال نفسك هو ما قالش المفاجاه ليه. فالمفاجاه يا صديقي العزيز ان احنا السنه دي هنعمل لكم حلقه عن مشتريات مكتبه غاليه، فاستنوا الحلقه الجايه هتلاقوا فيها مشتريات مكتبه غاليه اللي لو انت عندك طفل بنت او ولد هتلاقي فيها شويه كتب ممتعه، كتب لذيذه، ممكن تكون جبت حاجات منها، لو ما جبتش هتبقى ترشيحات تحطها في مكتبتك من دلوقتي، ممكن تجيبها خلال السنه من الاماكن دي هتلاقي موجودين على الانترنت. ولو عايز تستنى المعرض الجاي فيبقى الفيديو ده عندك من دلوقتي، تكتب بقى اللي فيه تشتريهم المعرض اللي جاي. والحقيقه ان كده اعتقد المعرض هيكون خلص، بس ده مش نهايه الكلام، بالعكس دي بدايه السنه وبدايه رحله جديده في القراءه. فعايزين نبدأ رحلة جديدة، رحلة مختلفة، كتب نتبسط منها ونتمتع، وكتب تانية نتعلم منها أشياء جديدة. وعشان كده هنحاول نعمل التنوع ده. واعتقد انت عارف خلاص هنا ان القراءة اذواق، وان كتابك اللي جاي في الغالب هتلاقيه هنا. فاتأكد ان انت تعمل لايك وتشاركني تحت في التعليقات ناوي تعمل ايه، وهل اتبسطت بالتغطية بتاعة المعرض ولا لأ. واخيرا تشارك الحلقة مع اصدقائك وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان تشوف الحلقات اللي جاية بإذن الله. اشوفك على خير، سلام.